الفلوس وسيلة بس مش أصيلة. يعني الفلوس وسيلة إن احنا بنجيب بيها حاجات، بنشتري بيها حاجات، بس مش أصيلة لأنها مش دايما حد. والكفن ملوش جيوب. يعني خليك عارف كويس قوي إن انت لما تقابل ربنا عز وجل وهتدخل القبر، هتدخل بكفنك، هيبقى معاك أعمالك، حسناتك، سيئاتك، الحاجة الحلوة اللي انت عملتها، الحاجة الوحشة اللي انت عملتها. فخليك عارف كويس قوي إن الفلوس مش كل حاجة. في ناس بتجري جري الوحوش وكأنها خلاص الفلوس هي كل حاجة بالنسبة لها، بس الفلوس عمرها ما كانت كل حاجة. اللي كل حاجة بجد إن انت تعيش بكرامتك وتعيش أصيل وتعيش كريم ومحب للخير. اجري يا ابن آدم جري الوحوش، عن رزقك لن تحوش. اوعى تخلي أبدا إن الفلوس دي كل حاجة في حياتك. بقى في صراع مش طبيعي على الفلوس وعلى الحاجات. ياما ناس عندها كل حاجة ومش مبسوطة، وياما ناس عندها كل حاجة بس معرفتش تعالج نفسها ولا عرفوا يتعالجوا ولا في أفخم ولا أكبر المستشفيات. اللي هيعالجك عملك الصالح، إنك تتصدق، إنك تعمل خير، إنك تجبر الخواطر، إنك أنت تبص لربنا سبحانه وتعالى دايما في السر والعلن، وتبقى عارف إن مفيش حاجة هتكون معاك ولا ربنا يبعت لك كل حاجة غير بأمره هو. تيجي بسجادة الصلاة تقعد عليها وتقول يا رب إن الله على كل شيء قدير.